طالب الإعلامي السعودي الرياضي الشهير عبد العزيز المريسل من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقاطعة الإعلام القطري خالد جاسم بعد أن نشر الأخير صورة ليوسف القرضاوي ساخرا من قائمة الإرهاب التي أصدرتها عدة دول عربية. وكان خالد جاسم نشر عدة صور للقرضاوي تجمعه مع دعاة سعوديين في السعودية، وعلق بالقول: هذا الإرهابي كان من أيام فقط بالمملكة بدعوة رسمية. وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع هاشتاج حمله انفلو ضد خالد جاسم لمقاطعة الإعلام القطري. ودرجت كل من السعودية والإمارات والبحرين اسم القرضاوي ضمن قائمة الإرهاب، والتي شملت عددا من الأفراد والكيانات في بيان مشترك أصدرته تلك الدول فجر الجمعة. يأتي ذلك بعد التطورات الأخيرة، حيث قررت السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وإغلاق كافة منافذها البرية والبحرية والجوية معها.